ناس كتير مهتمة انها تعرف او تفهم ازاي تقدر تحمي اولادها من ان هم يتعرضوا للتحرش باشكاله المختلفة. مهم ان احنا نعرف انه اول بوينت محتاجين نركز عليها هي علاقتنا احنا شخصيا باولادنا، وان احنا نكون مصدر امان، وان احنا نكون ريفرنس او مرجع هم ممكن يقبلوا وما يقبلوش ايه، وايه طريقة المعاملة اللي هم يتوقعوها من الاخرين. بمعنى انه من المفيد من الطفل صغير جدا انه يتربى على انه في حاجة اسمها خصوصية، وفي حاجة اسمها احترام لجسمه، وفي حاجة اسمها ان احنا مش بنفرض عليه احتكاك جسدي هو مش مرتاح فيه. حكاية ان احنا نفرض على الاطفال انه لازم يبوس فلان، او ازاي مش عايز فلان يحضنك، او لازم تقعد على حجر فلان، دي حاجة ما هياش حاجة صحية، وحاجة بتخلي الطفل يتعلم انه مش من حقه يرفض الحاجة اللي هو مش مرتاح فيها. فمهم ان انا ابقى بعرف اوصل لاولادي احساس ان هم ليهم حق الاعتراض، وحق انه يبقى مرتاح حتى لو ده معايا انا شخصيا. ومهم ان انا ابقى وانا بتعامل معاهم بتكلم معاهم باحترام تجاه جسمهم وتجاه مساحتهم الشخصية. حتى لو انا عايزة ابوس بنتي اقول لها ممكن تديني بوسة او تعالي هاتي بوسة، لكن ما اجيش افرض عليها حاجة هي مش مرتاحة فيها. تاني حاجة من الحاجات برضو اللي محتاجين منه الاطفال صغيرين يبقوا فاهمينها، هي انه في حاجة اسمها مناطق خاصة او private parts، وان هذه المناطق الخاصة ليها خصوصية وليها وضع معين، انه مش المفروض انه اي حد يشوفها او ان اي حد يلمسها، ومن باب انها مناطق برايفت، مش من باب اي حاجة ترتبط باحساس الشيم او الخجل، علشان مربوطش الموضوع عند الاولاد بان هو يبقى حاسس انه خجول او ان هو ashamed of himself لو حصل اي حاجة تانية. تالت حاجة انه ساعات الاهالي بيكونوا مبالغين جدا في خوفهم على اولادهم من المواضيع دي، لدرجة ان هم يكونوا رعب عند هؤلاء الاولاد، او يتكلموا عن الموضوع بشكل فيه الحاح كبير، وبشكل فيه تخويف وترهيب، وساعات حتى فيه تهديد. يعني ممكن في بعض الناس كانوا بيقولوا لي انه ماما كانت بتقول لي انا لو عرفت ان حد شاف في المنطقة دي او ان حد لمسك انا هقطعك او انا هعمل فيكي، كأنه ده يبقى خطأها هي وخطأه هو، او هو اللي المفروض يتكسف من نفسه. فبالتالي الموضوع ده ممكن يخلي الطفل يتكسف حتى يقول لو تعرض لموقف ازعجه، يبقى حاسس ان هو المخطئ، يكون حاسس ان هو اللي المفروض يتدارى او يستخبى او يخبي.